الأقوى دايما قانونه هو الصح. جملة عابرة اتقالت في فيلم الجزيرة، لكن بتعبر حرفيا عن اللي حصل في مؤتمر قمة المناخ اللي استضافته مصر في شرم الشيخ. والأول مرة يجي عندنا قادة ورؤساء من كل أنحاء العالم لإنقاذ الكوكب من التغير المناخي. وهوب يدوب في أول يومين من المؤتمر يتعمل مؤتمر صحفي، وتظهر فيه سناء سيف أخت الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، وتستغل المؤتمر الدولي اللي بيشوفه كل العالم أحسن استغلال علشان يتحول فجأة مؤتمر المناخ لمؤتمر بيتكلم بس عن السياسة وحقوق الإنسان. وبما ان التنظيم مسؤولية الامم المتحدة ومصر بتستضيف المؤتمر مش اكتر، يعني ملهاش السلطة الكاملة عليه، بنلاقي الاجانب اللي بيديروا الحوار بيتكلموا بالساعات، واول ما يتفتح باب المناقشة والاسئلة للمصريين علشان يتكلموا ما يلحقوش يتكلموا ويتقفل عليهم المايك. مش بس كده، ده في منهم كمان اللي اتطرد بره قاعة المؤتمر على ايد الامن الاجنبي. وطبعا في الوقت اللي العالم كله بيبص عليك ووكالات الانباء العالمية بايتة عندك ليل ونهار وبتسجل كل حاجة، مطلوب منك ضبط النفس، ولازم تكون قد المسؤولية الدولية اللي اتحطيت فيها وتعدي المؤتمر بسلام. بس اللعبة الكبيرة بقى اللي اتلعبت في مؤتمر زي ده هو ربط قمة المناخ بحقوق الإنسان في مصر، علشان يتحول المؤتمر بقدرة قادر لكمين دولي بيتكلم في شأن محلي عن سجناء الرأي والإفراج عن المعتقلين، أكتر ما بيتكلم عن المناخ اللي المؤتمر أصلا معمول عشانه. والسؤال الأهم بقى، إشمعنى علاء عبد الفتاح بالتحديد هو اللي الكل مركز معاه؟ ومن أول يومين في المؤتمر يوصل الموضوع أن الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء بريطانيا يطالبوا بالإفراج عنه. هل كل ده صدفة؟ طب باقي سجناء الرأي ليه محدش بيجيب سيرتهم؟ علشان تكتشف حقيقة الغرب اللي بتوريك الحرية اللي بتشوف بعين واحدة بس. لأن ببساطة أسرة علاء عبد الفتاح معاهم الجنسية البريطانية، وعلاء نفسه كان في طريقه للتنازل عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بالبريطانية اللي خدها وهو في السجن. لكن بناء على كلام وزير الخارجية المصري سامح شكري الإجراءات أصلا ما كملتش، وبسبب الجنسية البريطانية طلبت سناء سيف تدخل مباشر وعاجل من رئيس الوزراء البريطاني للضغط على مصر في الإفراج عن علاء عبد الفتاح. وبكده يبقى واضح جدا ان الاهتمام بعلاء شخصيا مش بسجناء الرأي كلهم ولا حاجة. ومن الآخر كده كل ده كلام في الهوا، والأجانب بينفخوا في الموضوع ومتعاطفين معاه علشان يمطلوا في الخراب اللي هم كدول متقدمة بيعملوه في دول العالم الثالث وما يدفعوش اللي عليهم، فيحولوا الموضوع كله لسكة تانية خالص. طب ايه هو بقى الخراب اللي بتعمله الدول دي؟ المفروض ان المؤتمر ده بيتعمل كل سنة علشان يشوفوا حل في الأضرار المناخية اللي بتعملها الدول المتقدمة بسبب أبحاثهم وتجاربهم اللي بتأثر على الغلاف الجوي، وده بيسبب كوارث بيئية كتير بتحصل في العالم كله وخصوصا في العالم الثالث. واللي حصل في المؤتمر ده بقى والأول مرة إن مصر بعد 27 دورة اتعملوا للمؤتمر في دول مختلفة أصرت تتكلم عن بند الخسائر والأضرار، وطلبت كمان الدول المتقدمة بتعويضات سنوية عن الخسائر اللي بتحصل بسبب التلوث بتاعهم. يعني على سبيل المثال كده مدن مهددة بالغرق وأنهار بتجف في كل حتة وفيضانات بتقضي على دول، وغيرها كتير من الأمثلة اللي بيمر وهيمر بيها العالم الثالث وبتخسرنا مليارات الدولارات. الأجانب بقى كل مرة كانوا بيتهربوا من البند ده بالذات، لكن مصر صممت المرة دي إنه يبقى موجود ومتفعل بشكل رسمي، ويتعمل كمان صندوق مخصوص للتعويضات اللي هتاخدها أي دولة بيحصل لها أي ضرر. وده طبعا بسبب لعب الدول المتقدمة في المناخ طول الوقت بحجة الأبحاث والتجارب والتكنولوجيا. ولما الكلام عن علاء عبد الفتاح جوه المؤتمر ما جابش أي نتيجة، لجأت أسرته بعد كده لتقديم طلب عفو لرئيس الجمهورية، وبعته كمان لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة اللي طلعت بيان رسمي بتطالب بشكل عاجل بالإفراج عن علاء. وردت مصر وقتها على الكلام ده وقالت إن اللي بيحصل ده إهانة غير مقبولة، لأن علاء محكوم عليه بحكم قضائي بدل المرة مرتين وبيقضي فترة عقوبته زي أي سجين، يعني من الآخر كده محدش له إنه يتدخل. خلينا نقول بقى في الآخر إن الحكاية مش حكاية علاء عبد الفتاح وهل هو غلطان ولا لأ، لأن دي مش قصتنا خالص. الحكاية ببساطة إن الدول المتقدمة دايما بتحاول تدور على مصالحها الشخصية والسياسية مش أكتر، وبتحاول دايما تستغل أي حدث دولي علشان توجهه لصالحها. واللي حصل ده برضو بيقول إن مصر رافضة تماما أي تدخل خارجي، وأكيد برضو محدش فينا يقبل أبدا إن أي حد من أي دولة تانية موجود على أرضك ينفع إنه يتحكم فيك ويحاول يفرض إرادته عليك.